نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وبياكم عبر شبكة سنام الإعلامية في برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة الشباب، والذي نرحب فيه دائما وأبدا بكم أيها السادة الكرام، وبزميل الذي يصحبني في التقديم أنس بيان. حياك الله يا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا لا نستغني عن اتصالاتكم والمشاركة الطيبة في فقرة جلسة سمر والفقرات التابعة لهذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. طيب، حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في جلسة سمر. موضوعنا لهذه الحلقة أيها السادة الكرام وأبو صير موضوع يعني كبير جدا جدا، ولعله يعني لا يختزل في حلقة، وإنما في حلقات أو في برامج إن صح التعبير. ولكن دعونا ندخل في هذا الموضوع عبر بوابة الشباب وعلاقة هذا الموضوع ببرنامج يعني ساعة الشباب. طيب، موضوعنا في هذه الحلقة يا أبو صقر يتكلم عن الحرية. ما هي الحرية وما هي أبعادها وكيف يكون الإنسان حرا؟ طيب، كما ذكرت عبد الرحمن بأن موضوع الحرية هو موضوع كبير جدا ولا يقتصر على حلقة معينة، لكن دعنا عبد الرحمن ناخذ تعريف الحرية بشكل مختصر. تعريف الحرية بشكل مختصر هو قدرة الإنسان على فعل شيء أو تركه بإرادته الذاتية. جميل. بمعنى أنه الإنسان مثلا، خلينا نفترض يعني خلينا نتكلم عن الوتر، صلاة الوتر مثلا. صلاة الوتر بإمكان الشخص أنه يقيمها أو لا يقيمها بإرادته الذاتية، فهذه شيء تابع للحرية، فهذا شيء يمتلكه الإنسان بقدرته أن يفعل هذا الشيء أو يتركه بإرادته الذاتية. نعم. طيب، قبل كل شيء دام ذكرت هذا المثال لابد أن نستحضر أن كل البشرية هي مخلوقة لله عز وجل، ويعني هي مملوكة لله عز وجل صح التعبير، لأنه هو الخالق والرازق، فهو المتصرف في أمرها. وهذه لابد أن تكون قاعدة عامة عند الجميع، وعند خاصة عند المسلمين. هنا نتحدث عن قول العالم ولا لا يستحضرون اسمه، ولكن أحد العلماء علماء السلف يقول: قمة الحرية في العبودية لله تعالى تكمن. يعني أنت متى يعني تبلغ أقصى مراحل الحرية؟ عندما تصل أقصى مراحل العبودية، لأنك عندما ترضي الله عز وجل المالك فأنت تصبح حرا، لا أحد يسيطر عليك. فهنا بالمفهوم الفلسفي أو المفهوم المنطقي، نعم أنت وصلت إلى أعلى مراحل الحرية عندما تصل إلى أعلى مراحل العبودية، أنك اقتربت من المالك المتصرف في كل شيء.
نعم. أيضا انقيادك لله سبحانه وتعالى وعبادتك له هو كامل حريتك، لأن الإنسان مخلوق لأجل ماذا؟ لأجل هذه الأمور، لعبادة الله عز وجل. فإن خرجت عن هذا وبحثت عن شيء آخر أصبحت عبدا لرغباتك وشهواتك. الحرية المطلقة هي العيش تحت كنف العبودية لله عز وجل، هنا الحرية المطلقة. أما غير هذا أنت الآن أما غير هذا أنت تتبع إيش؟ تتبع شهواتك، تتبع رغباتك وتصبح عبدا له. لكن أنت يوم تكون عبدا لله عز وجل الذي خلقك لعبادته، وكما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت بتعبد الله عز وجل وتقيم الأوامر التي أمرك بها، فهذه يعني أبدا ما كانت يعني إلا كانت إن هي أصل الحرية، أنك أنت مع الله عز وجل وتنفذ وتطبق ما أمرك الله به. فهذا والله أعلم أنه يعني كمال الحرية. ودعنا نطبق هذا الأمر على أرض الواقع عندما نتحدث عن عبادة عظيمة مثل الصلاة التي تعتبر هي عمود الإسلام، عمود الدين. عندما يأتي إنسان ويقول: لماذا أنا أصلي يا أخي؟ أنا حر ما أبغى أصلي. لا، نقول له أن هنا التزامك بالصلاة وبالصيام وبالحج وبأركان الإسلام وغيرها من العبادات هو مطلق الحرية، لأنه في ذلك انقياد لأوامر الله عز وجل الذي هو اعتبرنا أنه هو مالك ومتصرف في كل الأمور. فبالتالي اتباعك لهذا المالك هو بحد ذاته حرية مطلقة، وما دون ذلك كما ذكرت أبو صقر هو عبادة للشهوات والهوى وغير ذلك. لأنه يعني أنت إذا ما كان عندك أمور تقيدك وتقيد حريتك فأنت راح تصبح مقيد لحرية أخرى، ألا وهي حرية الشهوة وحرية الهوى. لأن الإنسان استحالة أن يصبح يعني هكذا من دون أمور يعني تسيره وتحدد مساراته. فبالتالي إذا ما اعتمدت على دين معين يعني تمتثل لأوامره، والدين الحقيقي هو دين الإسلام، فبالتالي أنت سوف تصبح عبدا لشهواتك. ولا شك يا عبد الرحمن أن الجنة هي حفت بالمكاره، وجهادك في هذا يوصلك لحرية للعبودية لله وحده. ونحن ما لا يخفى على الجميع نحن في زمن كثرت فيه الحريات المزيفة، وكثرت فيه الحريات المزيفة والمخالفة لكل قواعد الدين والفطرة السوية، كما جاءنا الآن بالمثلية. جاء الآن واحد يقول لك: والله يا أخي أنا أبغى أنتقل، أبغى أصير مثلي، أبغى أكون عائلة من أب وأب، ذكر وذكر. يقول لك أنا أردت ذلك، يعني هو والله نفسي يعني جت زي كذا، أو إني شهوتي أو رغبتي أو حريتي ذهبت إني أنا أكون بيت من رجل لرجل. الله عز وجل يقول: خلقناكم من ذكر وأنثى. من وين أتيت الجنس الثالث هذا اللي هو الجنس المثلي؟ يقول لك: والله يا أخي هذه حرية مطلقة. يقول لك: هذا والله ما أردته نفسي. فنحن نقول هنا أنت تستقيم هنا كما أمرت لا كما أردت. نعم. فعندما تأتي هذه الأمور وتكثر في زماننا هذه الحريات المزيفة، أن كل واحد والله يبغى يتبع الطريقة التي تناسب شخصيته وتناسب هذه الأمور. يقول لك: والله يا أخي مثلا والله صلاة الفجر ليش نصليها ركعتين؟ ليش أنا مثلا أقيد تحت إيش؟ تحت عبادة الله عز وجل والأمور التي فرضها الله عز وجل. ليش يا أخي طيب مثلا صلاة العصر 4 ركعات؟ جميل. ليش ما أخليها طيب 3؟ إيش معنى يعني أن العصر 4 ركعات؟ لماذا الفجر قبل العصر؟ عرفت؟ يبدأ الآن العالم يدخل في رأسه هذه الفكرة، وأنه لا، أنت لابد أنك تكون حر وتفعل المناسب لك، تصلي هذا قبل هذا وتصلي 3 و4 وتغير. وليش أنا طيب أعيش تحت كنف العبودية لله عز وجل وأفعل وأطبق ما أمرني الله عز وجل؟ لماذا لا أستقل أنا بنفسي؟ هذا كل الأمور ناتجة من إيش؟
ناتجة من الأشياء المزيفة التي يضعها المجتمع في رأسه، فيبدأ خلاص يأخذ موضوع الحرية هذه فينتقل إلى المثلية وينتقل إلى عدة أمور ثانية، فيبدأ يستقيم كما أراد لا كما أراد الله عز وجل. نعم. وهنا لدينا يعني أمر مهم جدا، يعني لابد أن يعني نضعه بعين الحسبان، ألا وهو من يحدد حريات الآخرين. يعني عندما نتحدث عن قضية مثل قضية المثلية لماذا حدد أن الاعتراف بها حرية وعدم الاعتراف بها عدم يعني محاربة لحرية الناس؟ احنا نتحدث عن قضية أنا وأنت مختلفين فيها، أنا أرى أنها من الحرية وأنت ترى أنك يعني غير حر في اتخاذ القرار في هذه القضية تحديدا. فهنا يعني منطق الحرية عند كثير من المجتمعات خصوصا المجتمعات الغربية يعني يبتعد تماما عن الواقع والمنطق. ليش؟ لأنه هو يعني يعتقد باعتقاد ثم يفرضه عليك. ونحن نؤمن بالدين الصحيح اللي هو دين الإسلام، ولكنه يعني نحن ندعو الناس إليه بقدر ما نستطيع، وأن يعني نؤمن به إيمانا كاملا، ولكن أنت لا تستطيع أن تفرض عليه، لا تستطيع أن تفرض دين الإسلام على أي أحد. يعني إنك تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كان الإسلام بالإجبار لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وعمه وبقية أعمامه وإلى آخره، لو كان الدين بالإجبار. ولكن هم يعني هؤلاء الناس يعني يفرضون عليك ما حصل في القضية الكبيرة. يعني أشهر مرحلة حربنا فيها نحن في الدين الإسلامي هي عندما استضافت قطر كأس العالم. يعني واجهت هجمة شرسة عنيفة جدا لأنها لا تعترف بهذه القضية التي يرى الغرب أن لهذه الفئة الخبيثة الحق في التصرف ويعني إصدار أصواتها، ولا بد أن قطر أن تعترف بهم. لا، يعني هنا نقول لهم توقفوا. ليش؟ لأنه أوكي أنتم ترون أن هذا حق من حقوقنا، نحن لا نرى ذلك، خلاص فهم في بلادكم أحرار ولكنهم ليسوا في بلادنا أحرار. يعني لدينا نحن قوانين وقواعد لا بد أن تحترم، كما نحن نحترم آراءكم ووجهات نظركم. يعني أنت تجد أيضا بعض الناس يقول لك يا أخي والله ليش يعني ليش ما أنا أحتفل بعيد النصارى مثلا. يجيك واحد مسلم يقول لك والله أنا أبغى أحتفل لأني أنا إنسان حر، أنا أبغى أحتفل زي ما أبغى. لا، نقول له يا أخي أنت عندما تتجاوز حريتك حدود الدين، هنا نقول له أنت يعني نزحت ويعني أزحت عن منطق الحرية الصحيح المرتبط بدين الإسلام. ليش؟ لأنك أنت يعني انتقلت إلى خانة هي خانة المحرمات، وهذه قمة في عدم الحرية. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي يفرض عليك حدودك في منطقة الحرية. احنا لما نتحدث عن الحرية يعني حريتك في مأكلك ومشربك. يعني أنا أشرب موية هذه وأنا ما أشربها هنا أنت حر، يعني افعل ما تريد. ولكن عندما تأتي عند الخطوط الحمراء لا، أنت لست حر في النهاية، أنت يعني مخلوق لأن تعبد الله عز وجل. جميل. أيضا من ضمن الأمور يعني كما ذكرت عبد الرحمن أن الفكر خلينا نقول الفكر الغربي يدعو إلى الحرية في ظاهره، ولكن في الحقيقة هي عبودية محضة للشهوات. وكما ذكرت أن أحيانا تجيك أعياد واحتفالات كأعياد رأس السنة والكريسماس وما اشتهر عند المسلمين، وهي ليست لهم، ولكنهم أقحموا أنفسهم فيها كنوع من الحرية المزعومة دون الرجوع إلى أحكامها الشرعية. تلقى أصلا المسلم معترف بأنه عنده عيدين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فيقول لك والله نوع من أنواع الحرية أنك أنت تحضر رأس السنة الحفلات. لماذا؟ يقول لك والله يا أخي لأن يعني إحنا ما نعتبر عيد مصغر، يعني حرية في الأخير، يعني أنا أحضر رأس السنة وكذا. الكريسماس والله يا أخي يعني لا بأس إن إحنا لو حضرنا حفلة، لكن ما هي عيد إنما هي حفلة. أنت تدعم هذا الموضوع لكن مغلف كما ذكر أو مغلف بأنها عبودية محضة للشهوات. ومن الأدهى والأمر في هذا الموضوع أن كثير من الناس يجعل بعض الأخلاقيات مربوطة بالحرية، فتجد أن البعض يتخذ الأخلاق شيء ثانوي أو مكملا في حياته. وهذا من الأشياء صراحة خلينا نأخذها يعني بمصطلح شبابي شيء منرفز جدا، أن الشاب أو الإنسان يأخذ الشيء مبادئ الأخلاقية شيء ثانوي مكمل له في حياته ليس أساسي، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فتجد أن الشاب
أو والله العظيم شاهدنا هذا الموضوع على، يعني لا نقتصر هذا الموضوع على الشباب ونظلمهم، إنما يعني وجدنا هذا الموضوع على رجال على مشارف 40 أو 50 سنة يعتبرون أن الأخلاق ومكارم الأخلاق شيئا مكملا وثانويا في حياتهم، وهذا والله إنه بئس التفكير. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فمن المؤسف جدا أنك تضع هذه الأخلاق وتضع هذه القيم والمبادئ عندك شيء مكمل وشيء شيء داخل في الحرية، فتصبح أنت، يعني أنت مثلا عمرك 30 35 سنة عندما تتعامل مع رجل اكتست لحيته شيبا واكتسى شعره الشيب، تتعامل معه بكل وقاحة وبكل قلة أدب، وتعتبر هذا نوع من الحرية المطلقة. فإن هذا والله لا يعني أنت ما أتميت الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. نعم. ومن المؤسف جدا أن يعني أصبح هذا الموضوع ناتج عند الكبار، نتيجة يعني نرى هذا الموضوع عند ناس أعمارهم 40 50 سنة عندهم هذه المشكلة، أن يعتبر هذه الأخلاق شيئا مكملا وشيئا ثانويا في حياته. أنت الآن 50 سنة في هذه الحياة، أنت يعني الأصل أنك تكون ناضج، تعرف أن هذه الأخلاق هي الأشياء الباقية، وهذه الأشياء هي نوع من الأثر بعد مماتك. عندما يذكرونك الناس يقولون لك والله كان صاحب أخلاق وصاحب قيم وصاحب مبادئ، صاحب أخلاق عالية جدا جدا. وكما ذكر أحدهم أن من فاقك في الخلق فاقك في الدين. نعم. فلذلك الأخلاق شيء مهم جدا، وهو ليس شيء ثانويا في الحياة، إنما شيء مهما. وعندما يعني الإنسان يقرأ في السيرة النبوية ويعني يرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكافر ومع الجار ومع القريب ومع البعيد ومع الأطفال ومع الصغار ومع الزوجات ومع النساء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحسنة والمكارم الكبيرة جدا، يرى أنه هو ليس يعني على أي صحيحة من هذا الموضوع، ويرى أنه على خطأ كبير جدا. لكن هذه المشكلة واقع فيها الكثير من الشباب ومن الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 40 50 سنة. نعم. أيضا مما يذكر أو شاع عند الشباب يجي يقول لك يا أخي والله يا أخي أنا إنسان أخلاقي يعني لا أتحمل الواحد يضغط علي مثلا. ليش؟ والله يا أخي لأن أنا إنسان حر، أنا أقدر أرد على فلان، ولا يقول لك يا أخي والله أنا أقدر أرد على الصغير والكبير، وأرد على اللي منهم في سني ومنهم في أكبر مني ومن أصغر مني، ما تفرق معي. ليش؟ لأن يا أخي أنا إنسان حر، عندي أفكاري الشخصية، أنت ما تقدر تفرض علي أفكارك. نقول له لا، إذا أصبحت تعتمد في كل شيء على أنك على منطق الحرية فأنت سوف تصبح قليل الأدب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق أنك أنت تحترم الصغير وتعطف على الصغير وتحترم الكبير وتحاور بنقاش وبأدب لأنه في النهاية هذه الأخلاقيات المجتمعية لابد أن تكون حاضرة في ذهنك. إذا أخذنا كافة هذه الأمور بمنطق الحرية المطلقة فسوف يعني تكسب حريتك وتفقد الجميع. لأنه فكرة أن تكون حرا في الأمور التي تخصك شخصيا أنت، ولا تمس الدين ولا تمس أي أمور أخرى. ولكن عندما تبدأ تتكلم في فلان وتعطي رأيك في فلان وترد على فلان وترفع صوتك على فلان، لا، هنا أنت تجاوزت مفهوم الحرية الصحيحة إلى شيء أبعد ما يكون عن الحرية، اللي هو الاعتداء على حريات الآخرين. وكما قيل في المفهوم الغربي، نحن لا نعتمد عليه كثيرا، ولكن تنتهي حريتك عند حرية الآخرين. بمعنى أنه عندما
يكون لك حرية في مساحة ما، ثم تطغى هذه الحرية وتدخل في حرية الآخرين، فأنت هنا يعني تصبح غير حر أنك أنت تصرفت في أمور الآخرين. وهذا الفكر تحديدا هو فكر وتعريف غربي، يعني لا نعتمد عليه كثير، ولكن مفهومه صحيح. ونحن نقول بدل هذا التعريف نقول له قمة الحرية في العبودية لله تعالى. وكما ذكر شيخنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، قال في تعريف الحرية في الإسلام، فقال: فلا حرية في الإسلام، بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويدع ما حرم الله. ونعم، لها حرية في الأمور المباحة التي أباح الله له، حرية في الأمور المستحبة التي لا تجب، ولو شاء تركها لا بأس، والمباح إن شاء فعله وإن شاء تركه. الشيخ ابن باز المقصد أنه لا بد أن الإنسان يلتزم بالعقيدة الصحيحة التي أمره الله عز وجل بها، ويدع ما حرم الله. والحرية هي في الأشياء المباحة، كمثلا يعني خلينا نبسط الموضوع، كمثلا كأسة شاي فيها تريد أن تضع فيها سكر أو لا تضع فيها سكر، هذه أشياء مباحة ولك الحرية فيها. أما حدود الله فلا حرية فيها، وإنما تستقيم كما أمرت لا كما أردت. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية وفقرة ترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية وفقرة ترند. أول الترندات هي بالنسبة للأحداث هذه الأسبوع، فنبدأ بأن الحرب لا زالت قائمة على إخواننا الفلسطينيين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبت أقدامهم وينصرهم على الصهاينة المحتلين، اللهم آمين. أثار مغردون قضية تخص برنامج تيك توك الشهير، والذي أصبح يعني يستخدم نفس سياسة تطبيق الانستغرام عن طريق حذف المنشورات والصور والحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية، تحديدا الفيديوهات والصور الدامية التي تخص قضية فلسطين. ويعني نذكر أن هذا الفعل هو لمحاربة هذه الفئة التي أسأل الله عز وجل أن ينصرهم دائما وأبدا. ولا يزال الكيان الصهيوني المحتل المعتدي مستمر في قصفه، وهنالك الآلاف من المصابين والشهداء. وسمعنا مؤخرا عن استهداف منزل في حي الدرج إن صح النطق في مدينة غزة، والذي أسفر عن إصابات عديدة. ومن جديد من غزة، سئل كيف تبدو الأوضاع في غزة بعد عدة أيام للناطق باسم الدفاع المدني في غزة. قال: لا تزال أعداد كبيرة من جثامين الشهداء موجودة في محيط مستشفى القدس، والله المستعان. الجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة: خلال وجودي في مستشفى الشفاء تأكدت من أن 45% من المصابين بالحروق هم الأطفال. أيضا يقول 160 طبيب وممرض قتلوا خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة. احتجاز سفينة أمريكية إسرائيلية من قبل الحكومة اليمنية خلال مرورها من مضيق باب المندب. ونشيد هنا بهذا الفعل الذي قامت به الحكومة اليمنية من خلال احتجاز سفينة أمريكية إسرائيلية كانت تحمل الأسلحة وكانت تحمل المساندات للكيان الصهيوني المحتل. ويعني نشيد بهذا الفعل من الحكومة اليمنية، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يكون معهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمكننا من الصهاينة الملاعين، ويمكننا من أعناقهم وأرقابهم يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها حلقة مباركة،
وبإذن الله عز وجل تكونوا استفدتم معنا من جلسة سمر، والموضوع موضوع الحرية والترندات هذه الشيقة. قبل أن نختم نريد أن نشكر من أبدع في تقديم هذه الحلقة، الأستاذ عبد الحميد برهان، شكرا لك. شكرا موصول لك أخي أبو صقر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة. نلتقيكم بإذن الله عز وجل يوم الاثنين مطلع الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أملوا.